أب ظالم، أم تعبت، ولد يئس من الدنيا واللي فيها. طبعًا علاقته بربنا سبحانه وتعالى قلّت جدًا مع كتر الضغوط. شاب ضاع، عيلة ومستقبلها كلّها اتدمّر، الدنيا كلّها باظت. لو عايزين تعرفوا الحكاية من الأول ارجعوا للفيديو اللي فات، وهنقول الحكاية من أول الحكاية معاكم في شُغلة وحكاية، قناة اجتماعية، قناة بتناقش أو يعني بنحاول نحل مع بعض مشاكل أو نحاول ناخد رأي بعض في مشاكل، ويا ريت اللي يسمعني كمان يكتب لي في الكومنتات فعلًا مَر بالحاجات دي أو سمع عنها في المكان اللي هو فيه والّا ما سمعش. في كده في الدنيا، في أبّهات كده في الدنيا فعلًا. أنا بجد من يوم زي ما أنا باقول لكم كل مرّة لمّا باسمع المشاكل دي ومن يوم ما فتحت القناة دي وأنا باسمع كل يوم مهازل، ما كنتش أتخيّل في يوم من الأيام إن أنا أسمع الروايات الصعبة جدًا. أهلًا بكم في شُغلة وحكاية، قناة اجتماعية، قناة من واقع الحقيقة، من واقع الحياة الاجتماعية اللي إحنا عايشين فيها، مشاكل حقيقية، مشاكل فعلًا صعبة جدًا، جدًا. طبعًا قناة بتقدّم روتين خفيف، قومي يالّا بينا نتحدى الكسل اللي زي العسل. كل سِت فينا جميلة طبعًا هتقوم كده من النوم مش قادرة تقوم طبعًا، يومها مضغوط، حاجات كتير وراكِ بتفكّري في 100 مليون حاجة، هاطبخ إيه النهارده، هابدأ أروّق المطبخ الأول والّا أبدأ بالحمام الأول والّا أدخل الأوضة الأول؟ هتبقى وراها حبيبة قلبي 5000 مليون حاجة بتفكّر فيها في دقيقة واحدة بس، وييجي الراجل آخر اليوم يقول لها أنتِ قاعدة بتعملي إيه طول النهار، أنتِ مرتاحة، كفاية إن أنتِ قاعدة في الضِلّة مش في الشمس، مع إنه ما هوش عارف إن الست فعلًا بتتعب جامد جدًا، جدًا، وراها مسؤولية ولادها، بتفكّر معاهم في كل حاجة، في كل طلباتهم، كل واحد فيهم أو كل واحدة فيهم لها رأي ولها دماغ، عايزة حد يناقش معاها، يتحاور معاها. كل بنت لها طلباتها، كل ولد له طلباته، حاجات كتيرة جدًا، كمان مسؤولية البيت قوية جدًا، ربنا يعين كل ست يا رب، وكل راجل كمان، يا ربنا يعينكم كلّكم بجد. يالّا بينا هندخل طبعًا المطبخ الأول، بعد ما اتوضّينا وصلّينا وشُفنا حالنا وضبّطنا أمورنا، بس الروتين اللي أنا باعمله معاكم دوّة دلوقتي في الفيديو دوّة روتين مسائي. بعد ما خلّصت الغدا بقى وخلّصت الدنيا، قُلت هادخل يالّا نعمل مع بعض روتين مسائي كده عشان نسيب المطبخ بتاعنا نضيف وزي الفل. هنبدأ كده بتشطيب المطبخ الأول، وبعد كده هنغسل البوتاجاز ونعمل شوية حاجات جميلة، وفيه مكوِّن حلو أوي، أوي كمان. استغربت جدًا لمّا قالوا لي كمان هو هيخلّي البوتاجاز بتاعِك بيبرق، وهو اللي أنتم شُفتوه في أول الفيديو اللهلوبة. اللهلوبة دي بتتباع في باي واي طبعًا المصريين كلّهم عارفينها، بتستخدم لحاجات كتيرة جدًا، وفعلًا خلِّت البوتاجاز هنشوف مع بعض في آخر الفيديو. بس هنشوف حكاية الولد اللي ضاع، الأم اللي عايشة جسد بلا روح، الأب الظالم اللي هو حاسس إن هو صح. المشكلة الكبيرة يا جماعة إن الأب حاسس إن هو صح. هنبدأ الأول ببنته، معاه بنت واحدة، طبعًا بنت واحدة أبوها اغتنى بعد ما كان فقير جدًا، جدًا، بقى مليونير، بقى صاحب وِرَش، بقى صاحب حتى العربية بتاعته اللي جابها بعد ما طبعًا كان باعها زي ما أنتم عارفين في الفيديو اللي فات، جابها تاني وجاب عربية معفنة جدًا يعني باقول لِك أرضى أنواع العربيات. المهم بنى بيت، البيت ده برضه على قد الحال خالص. الولدين طبعًا الأب ما بيصرفش، الأب بيصرف على أضيق الأمور وعلى أضيق وعلى أقل الإمكانيات. المهم الأب طبعًا اللي حيلته من الدنيا بنت واحدة، يعني المفروض البنت دي تكون مُعزّزة مُكرّمة، بنت صاحب الورشة، بنت راجل كبير في البلد، بنت، أبوها مليونير، بنت جميلة. طبعًا الأم حاربت مع البنت لحد ما ادّت لها دبلوم، يعني تعليم أقل من المتوسط بشوية. المهم قالت علشان خاطر البنت في يوم من الأيام هي بنت ومهما كان ما ييجيلهاش واحد مش متعلّم هيبهدلها زي ما أبوها بهدلني. وطبعًا الأم طبعًا خايفة جدًا على ولادها، متدمّرة نفسيًا، روحها مسحوبة منها، مش قادرة تتنفّس أساسًا. بجد أنا قابلت الست دي حرفيًا، الست دي ميتة، ميتة بس فيها نَفَس، هي عايشة ميتة فيها نَفَس. المهم نكمّل لكم حكاية الولد، أكمّل حكاية البنت الأول قبل ما ندخل في حكاية الولد، لإن حكاية الولد طويلة شوية. خلّيكم معايا لآخر الفيديو بجد مش هتصدّقوا إن لسه في حاجة بالمنظر ده. البنت طبعًا اتقدّم لها واحد من اللي بيشتغل عند باباها في الورشة، للأسف صنايعي عادي جدًا. الكارثة الكبيرة إن الأب وافق. الأب وافق على الولد ده، قاعد في بلد أرياف يعني بلد فلاحين،
والأب فعلًا وافق إن هو يجوّزها له، علشان طبعًا هو مش عايز ناس كبيرة، ناس تقيلة، علشان ما يكلّفوهوش تكلفة جامدة ويقولوا له هات وهات وهات، وطبعًا أنتم عارفين جواز البنات وأنتم عارفين إيه اللي طبعًا تكلفة جواز البنات قد إيه. الأب طبعًا جهّز البنت على أضيق الحال، يعني أقل من أقل بنت في البلد. طبعًا الأم مش عارفة تتكلّم، هي عايزة تسطّر بنتها وهي كده يأست منّه ويأست من حياتها وخلاص تعبت طول عمرها من يوم ما اتجوّزته، اتجوّزته فقير جدًا، وبعد ما كان فقير جدًا ربنا وسّع عليه وكرمه، بس بقى يعني أمَرّ من الأول بشويتين 3. المهم البنت اتجوّزت خلاص، طبعًا لا موسم بقى ولا عيدية ولا أي حاجة زي ما يقول خلاص إيه غورة خُدي الغورة أو خلاص راحت في مع السلامة الله يسهّل لها وخلاص على كده. لا بيروح لبنته، لا بيكبّر ببنته ولا أي حاجة. المشكلة خلاص المهم إخوال البنت بدأوا برضه إن هم يروحوا لها ما بقدوش يسيبوها خالص، وبرضه عشان خاطر أهل جوزها والكلام ده كلّه. الولد يا حبيب قلبي برضه اشتغل في وِرَش تانية زي ما أنا قُلت لكم في الفيديو اللي فات، اشتغل في وِرَش عند الناس الغريبة، الناس كانت بتتهافت على الولد لإن الولد كان ذكي جدًا ما شاء الله، وكمان عقله حاضر ومعلِّم يعني زي ما بيقولوا هنا في اللغة العامية بتاعتنا، معلِّم فعلًا ودماغه حلوة، فكانت الناس بتتهافت عليه، لكن في طبعًا شباب كانوا بيعايروه طبعًا، أنت إزاي عندك ورشة قد كده وباباك راميك، وطبعًا عندك ورشة كبيرة زي دي وبتروح تشتغل عند الناس، إزاي باباك يسمح لك إن أنت تروح تشتغل عند الناس؟ طبعًا الولد مرّة في مرّة حبيبي نفسيته تعبت أكتر وأكتر. طبعًا يشوف الناس، يشوف الولاد، الراجل اللي هو شغال عنده، مع إن أنا صاحب ورشة، أنا أبويا مليونير، أروح أتذل عند واحد يدّيني 50 و20 جنيه ويدّيني بقاشيش وحاجات ما لهاش لازمة وأنا صاحب عمل، وأنا صاحب شغل. نفسيته بدأت تتعب أكتر وأكتر، بدأ بقى هنا الشيطان يتدخّل، بدأ الشيطان يتدخّل، بدأ إن هو يتلَم على أصحاب السوء، بقى عُرضة بقى للإيه، بقى صيدة بقى. خلاص الناس عارفة في المكان ده إن البني آدم ده خلاص شاب في مقتبل حياته، مراته اتطلّقت منّه بسبب عدم الخَلَف، طبعًا في الفيديو اللي فات الحكاية كلّها بالتفاصيل، طبعًا بدأ يتدمّر أكتر وأكتر، ما معاهوش زوجة، شاب وعايز زوجة برضه، اتعوّد على الزواج. كمان أبوه راميه، أمه متدمّرة نفسيًا قدّامه، أمه مش بإيدها ولا تعمل أي حاجة ولا قادرة تعمل حاجة ولا عارفة تعمل حاجة وخلاص استسلمت ويأست، دعت ربنا كتير وخلاص فوّضت أمرها إلى الله. بدأ الولد يتلَم على أصحاب السوء، بدأوا يشرّبوه طبعًا المخدرات وبدأ يشرب وبدأ يتعاطى البودرة وبدأ خلاص بدأ في النازل. اتلمِّت عليه واحدة رقاصة، طبعًا اتجوّزته، ما هو بقى من غير زوجة. طبعًا يا أب الحق ابنك الرقاصة وإدمان والدنيا باظت وخلاص الوضع خرج عن السيطرة، قال أنا ما ليش ابن أصلًا ويا رب يموت أنا مش عاوزه. إزاي أنت بتقول كده؟ خلاص أنا مش عاوزه وأنا كرهته وأنا ما باحبوش وأنا ما ليش ابن أساسًا، أنا ما ليش إلا بنت واحدة وولد واحد بس. طبعًا الجيران والأهل والناس والأصحاب واللي رايح واللي جاي وده يتكلم معاه مرّة و2 و10 و20 طب نعمل اتفاقية، طب تعالَ يا ابني ناخد الولد نطبطب عليه، نتكلم معاه، الولد خلاص يئس والرقاصة هي وأهلها تمكّنوا من الولد تمكُّن قوي جدًا. ليه بقى؟ لإن طبعًا هو ما بيخلّفش. وطبعًا أبوه مليونير، والولد طالما بدأ يشرب المخدرات بالطريقة دي وحالته النفسية بالشكل ده، فالله أعلم نيّتهم كانت إيه. نيّتهم والله أعلم اللي أنا استشفيتها من القصة كلّها، إن نيّتهم إن الولد كده خلاص ضايع، كده هيموت. بدأت تقنعه الرقاصة دي إن هو طبعًا إن هي تشرب معاه، بدأ إن الشرب ده حاجة عادية، ضرب الحُقن دي حاجة عادية، البودرة دي حاجة عادية، بدأت تقنعه مرّة في مرّة الله أعلم بنيّتها، بس النيّة واضحة. طبعًا راجل مليونير، راجل ابن أكبر راجل في البلد، المشكلة إن الرقاصة دي وهو كمان الولد كان عارف إن هي كانت متجوّزة نُص شباب البلد،
يعني كانت متجوّزة نُص شباب البلد في المنطقة وفي المكان، ما كانتش هي أول جوازة له، طبعًا رقاصة بقى وأهلها أصلًا هي القصة أهلها نفس الحوار بتاعها كده، وطبعًا المخدرات والكلام ده كلّه، بدأ طبعًا هات فلوس، ما فيش فلوس، كان للأسف كمان الست دي أو الرقاصة دي كان معاها 3 ولاد، كانت بتصرف عليها وعلى ال3 ولاد، طبعًا كانت بتجبره إن هو يشتغل، طبعًا خلاص بدأ إن هو جسمه ضمور عضلات وضمور في المُخ وحوارات كبيرة جدًا، ما بقاش قادر يشتغل من كتر شرب المخدرات، طبعًا بدأت تغوّي في دماغه إن إحنا يالّا بينا نسرق، أول ما سرق، سرق أبوه، سرق ورشة أبوه طبعًا اللي هو محروم منها، سرقها مرّة و2 و3 الناس تروح للأب تقول له ابنك بيسرق، طبعًا مش مصدّق، إيه ده مش ابني أصلًا، الأم مش مصدّقة طبعًا ده كدب في كدب وده حرام عليكم أنتم بتتبلّوا على ابني، ابني ما يعملش كده، مرّة في مرّة في مرّة سرق أبوه، سرق الجيران، سرق الناس، سرق يعني بُصّوا ما خلّاش حد في المنطقة أقرب الناس ليه كان في واحد من أحب الناس لقلبه. بتقول لي لدرجة إن الأم طبعًا بتقول لي لدرجة إن في يوم كان الأب الولد دوّة كان محتاج فلوس جدًا، والرقاصة دي أقنعته إن إحنا لازم نسرق فلان الفلاني ده، وفلان الفلاني ده كان قريبه طبعًا، وكان عزيز على قلبه جدًا، لكن عنده ورشة برضه، وكان عارف المخزن بتاعه وعارف المدخل بتاعه. فعلًا نفّذ السرقة هو وكذا واحد، وكانت الرقاصة دي كمان معاه، وفعلًا سرقوا أكتر من 50,000 جنيه طبعًا في الرخص، طبعًا شكاير نحاس وسلك وحاجات من كده، ويعني حاجات ثمينة يعني قصدي أقول لكم، كام شكارة كده وكام شكارة في الوقت ده كانوا جابوا 50,000 جنيه أو أكتر. طبعًا يشاء السميع العليم يصحى صاحب الشغل الصبح يدوّر على المخزن بتاعه، يلاقي المخزن بتاعه مقفول عادي جدًا، بس البضاعة مش موجودة. يشاء السميع العليم إن فعلًا واحد من الجيران في دور رابع أو حاجة شاف الولد فعلًا هو ومراته، شافوا فعلًا حرفيًا وهو بينقل الشغل دوّة أو بينقل المنقولات اللي هي السارقة دي، وللأسف الراجل ده كان قريبهم فعلًا، قريبهم وهو كان واقف في المشكلة جامد جدًا، ما كانش يتخيل في يوم من الأيام إن الولد يفكر مجرد تفكير إن هو يسرقه. جاله تليفون الراجل ده جاله تليفون الساعة 3:00 أو 4:00 بتقول لي أنا فعلًا ما صدّقتوش، دي الأم طبعًا، الأم الميتة اللي هي العايشة الميتة دي، جه للراجل تليفون وقال له: "أنت فلان الفلاني؟" قال له: "أيوه." قال له: "أنا عارف إن أنا باتصل بيك وده رقمك، أنا مش هاقول لك أنا مين، بس أنا فاعل خير، فلان الفلاني هو وفلانة الفلانية وكذا واحد فلان وفلان وفلان هم اللي سرقوا المحل بتاعك وهم اللي سرقوا الورشة بتاعتك." الساعة كذا، يوم كذا، وعملوا كذا، 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 أنا شُفتهم من ورا الشيش، لكن أنا ما أقدرش طبعًا أطلع، لإنه طبعًا بيكونوا مسلّحين ومعاهم أسلحة وحاجات من كده، وأنا ما أقدرش أبدًا طبعًا أغامر بحياتي وحياة ولادي، أنا هاعتبر نفسي ما كلمتكش وسلام عليكم ورحمة الله. قفل الراجل التليفون وبدأ الراجل ينخور ورا الموضوع، فعلًا الراجل اتأكد إن الراجل ده أو الولد ده كان في الحتة الفلانية في الوقت الفلاني، وفي ناس طبعًا أكيد يعني ما فيش طبعًا حرامي بيسيب يعني لازم الحرامي يسيب وراه خيط علشان ربنا سبحانه وتعالى يكشفه. المهم بدأ الراجل يروح لأهله اللي هم قرايبه، فلان سرقني، قولوا له لأ أنت بتتبلّى علينا، بدأ يجيب البوليس، طبعًا يروح لأبوه، أبوه قال له أنا ما أعرفوش. أنهي أب بالمنظر ده اللي يسيب ابنه بيموت قدّامه من المخدرات، من الرقاصة، من أهلها، من الدنيا، من السرقة، من العذاب، من المرار، من كل حاجة. كمان الابن ما بيخلّفش، كمان حاجات كتيرة، أنت فين؟ أنت قلبك أنت حجر، فلوسك دي أنت هتسيبها لمين؟ ما فلوسك دي بتاعته هو، طب ما تعيّشه، خلّيه يشوف له ضنا، أنت كمان خلّي ليك وريث، أنت فين من ده كلّه؟ طبعًا الأب لا يبالي، أهم حاجة عنده القرش مكانه، ما يطلعش من مكانه ولا يطلع من البنك، طبعًا الشريك واكل للأب والولد كان عارف وحاجات كتير، لكن الأب مش بتاع شغل، الشريك هو اللي كان بتاع شغل، فكان الأب راضي بأي مبلغ يدخل له، المهم أنا قاعد. الكارثة الكبيرة في وسط ده كله
إن الأم فُجأت في يوم من الأيام بتليفون جاي لها إن طبعًا الأب كان له شقة وِرث في بيت أبوه، إن زوجِك جاب عفش وجاب العروسة وهيتجوّز الليلة دي، جاب عفش جديد وجايب عروسة وهيتجوّز النهارده. طبعًا الأم ثارت وفارت وانهارت وجريت طبعًا على البيت دوّة، لقت فعلًا العفش كامل متكامل جديد، طبعًا على قد الحال برضه لإنه هو بخيل جدًا. ولقت مسكت الست طبعًا هددتها وقالت لها كلام ما لوش لازمة، وقالت لها لو شُفتِك هنا تاني أنا هاعمل وهاسوي، وجابت عربية بالفعل ونقلت العزال اللي هو جايبه للعروسة كلّه وأخدته بيتها. طبعًا حكايات، روايات، كوارث. أنت في إيه والّا في إيه؟ أنت سايب الدنيا كلّها بتخرب، أنت بتخرب الدنيا كلّها ورايح تتجوّز. طبعًا لمّا اكتشف إن هي عملت كده، طبعًا برضه قال لها خلاص ما فيش مشكلة خالص، أنتِ عرفتِ الشقة دي أنا هاتجوّز في شقة تانية، طيب ما تيجي نحابي على بعض ونعيّش ولادنا ونعيش وننبسط، ما أنت اللي حارق دمنا وأنت اللي عامل وأنت اللي مسوي. طبعًا لا يبالي الأب، هو زي ما هو دماغه هي دماغه وتفكيره هو تفكيره ودنيته هي دنيته ومش عايز يستسلم أبدًا، أبدًا، أبدًا. في يوم من الأيام الولد دوّة خد جرعة كان في طبعًا حقنة جديدة طالعة في الأيام اللي هي بتتكلم فيها دي، الكلام ده من حوالي 3، 4 سنين، كان في حقنة طالعة جديدة والولد أخدها، جه ياخدها طبعًا في العروق بتاعته، ما فيش عروق خلاص، كُلّه مقفول، يعني ما عادش في بقى خلاص مكان يتاخد فيه. الولد قعد فترة كبيرة سَنة و2 و3 على هذا الوضع، بدأ صحته تنزل، بدأ جسمه ينزل، بدأ كل حاجة، بدأ الولد خلاص يتدمّر واحدة ورا واحدة، لدرجة إن هو في يوم من الأيام عايز ياخد الحقنة طبعًا، متعوّد عليها، ما فيش حل. طبعًا أخدها للأسف الشديد بين الضافر في صابعه وبين الضافر وبين اللحم، ما كدّبتش الخبر الحقنة في لحظة من اللحظات، ووقّفت القلب في لحظة، في أقل من اللحظة، على ما انتقل المستشفى وكده. خلاص هو رايح أصلًا المستشفى خلصان توفّاه الله. طبعًا لمّا الأب عرف لا يبالي، أنا كده عارف إن هو ميت وهو مات خلاص ما فيش مشكلة خالص، لدرجة إن هو ما كانش عايز يعمل له ميتم أساسًا. طبعًا قصة حزينة، ربنا يا رب يكفينا الشر. باقول لكل أب وكل أم خدوا بالكم من عيالكم، حافظوا عليهم، نعمة من ربنا سبحانه وتعالى، وإلى اللقاء في فيديوهات كتيرة جاية إن شاء الله.